تعليق محمد أبو تريكة على طبعا طرد محمد هاني الظالم وما يحدث الآن وإيقاف محمد هاني من الحكم محمد معروف، حيث علق تريكة على كل الأحداث وقال: الأول يا أهلاوي يا عظيم اعمل اللايك، دعم كلام أبو تريكة بلايك جميل، واعمل شير للفيديو، ونبدأ تصريحات أبو تريكة، حيث قال تريكة: تعال أقول لك إيه اللي بيحصل في شغل بيتعمل هدفه إيقاف محمد هاني 3 مباريات. النهاردة في حكام سابقين ومواقع خرجت اتكلمت عن تقرير الحكم محمد معروف، وإن محمد هاني قال له ما تقدرش تطردني. وهنا السؤال: مين اللي سرب التقرير في واقعة مسؤول عنها الحكم أو لجنة الحكام، ولازم يكون في تحرك ضدها؟ الأهم إن ارجع للقطة هتلاقي محمد هاني بيسلم الشارة وبيخرج بيجري، يعني فين تعمد إضاعة الوقت، زائد إن النتيجة 4-1، ففكرة إضاعة الوقت مش منطقية. كمان بطأ الصورة وراجع كلام هاني، مش هتلاقي جملة ما تقدرش تطردني موجودة خالص. الفكرة ان نفس الحكم محمد معروف هو اللي تراجع عن طرد زكريا الوردي وهو لاعب في الزمالك لما لقى عنده انذار، وهو اللي رفض الموسم اللي فات انه يطرد احمد سامي بعد التدخل على مدافع طلائع الجيش في الدقيقة 8. تخيل الحكم اللي في المواقف دي رفض يدي طرد مستحق، هو نفس الحكم اللي بيطرد محمد هاني بحجة انه بيضيع وقت. يا عم سيبك من مستوى هاني وانك بتحبه ولا لأ، انما احنا لو قبلنا ازدواجية المعايير دي من تاني جولة هنبقى ملطشة.